كلمتين على السريع. لا يمكن لحدا بينتمي للثورة السورية ممكن يصدر منه هذا الفعل، ما ممكن لحدا عاش القهر السوري ممكن يعتدي أو يقبل بالاعتداء على طفل مسكين كان شايل خبز ورايح على بيته. كسر قلوبنا من شوية يا جماعة مشهد فيديو صغير تم تصويره للاعتداء على طفل صغير باللاذقية كان شايل حامل ربطة خبز ورايح على بيته. لا يمكن لحدا في بقلبه ذرة أخلاق، في بقلبه ذرة دين، في بقلبه نتفة ثورة بأنه يقبل بهذا الفعل. طبعا حتى هاي اللحظة ما معروفين مين الأشخاص اللي اعتدوا على هذا الطفل، لكن الفيديو كسر قلوبنا حرفيا. الفيديو كسر قلوبنا لأنه في له دلالات كتير مؤلمة وكتير موجعة. أنا بتمنى من الجهات الأمنية بأنها تبحث عن الجنات اللي اعتدوا على هذا الطفل وتسلمهم للعدالة بأقرب وقت ممكن، وتعملهم محاكمة علنية لا يتربى فيهم الأشخاص الثانيين. إذا مفكر حالك أنت عم تخدم الثورة بهذا الفعل، إذا مفكر حالك عم تخدم الدولة بهذا الفعل، أنت والله عم تضر الثورة وعم تسيء للثورة وعم تسيء لأخلاق الثورة، لثورة من أعظم الثورات بالعالم. إذا مفكر حالك عم تخدم الدولة فوالله أنت عم تسيء للدولة. الدولة السورية ممكن ترضى بهذا الفعل، وأي حدا أي إنسان في فطرة سوية ممكن يرضى بهذا الفعل. أنا بدي أتضامن مع هذا الطفل وبدي أطالب الجهات الأمنية بالبحث عن الجنات وتقديمهم للعدالة أيا كانوا. ممكن يكونوا فلول، ممكن يكونوا شباب طايشين، وممكن يكونوا أطفال مثله، أيا كانوا لازم يتم محاسبتهم ومحاكمتهم وتقديمهم للعدالة بشكل علني وبشكل سريع.